كابتن سامر سعيد، انت كنت حارس مرمى فريق الجهاد وكنت حارس مرمى كمان المنتخب السوري. كيف شفت الاجواء هون؟ انت جاي من دنمارك لتشارك بفعاليه رياضيه هي يمكن تخدم يعني المنتخب السوري كمان، وتخدم يعني الكره الكرديه بشكل عام في المنطقه وبالمهجر. قبل كل شيء الله يعطيك العافيه. طبعا ما شاء الله عرس كروي اليوم. عم تشوف يعني الاجواء حلوه كثير كثير. انا بتشجع دائما هالاجواء بتصير يعني كل سنه ان شاء الله على الاقل مره واحده. طبعا بطوله روجافا، مين ما فاز واخذ البطوله هي الكاس عنا يعني. وطبعا بتمنى الفوز لفريق يعني منتخب قامشلو. طبعا هاي فرصه طبعا كل هدول اللعيبه الصغار، انه في كثير كشافين هلا جايين عم يشوفوا اللعبه، وانا واحد من لجنه اختيار اللاعبين باوروبا. اي لاعب هلا في عنده يعني انت ضمن الاتحاد الرياضي لاختيار لاعبين للمنتخب السوري. انا والكابتن صلاح عليكو والكابتن فواز مندو والكابتن هشام خلف، نحن 8 9 لعيبه قدامى حاليا عم نشرف على هاي الشغله. طبعا اليوم في عيون كثيره على هاي البطوله بالذات، يعني باعتبار في كثير لعيبه. يعني نحن هدفنا نشوف لاعب موهوب يعني. احتمال طبعا بهاللعبه مثلا هذا اللاعب مثلا بيطلع على اجواء عالميه، يعني سواء المنتخب بعدها بانديه اوروبيه. طبعا بتمنى الثلاث فرق يقدموا اداء يلتقى باسم روجافا. وشكرا كثير على الاستضافه مره ثانيه. كلمه لفريق الجهاد بسوريا، شو بتوجه لهم كلمه لفريق الجهاد؟ نادي الجهاد صدقا هو بيتنا الثاني. طبعا نحن هلا عم نسمع اخبار كويسه كثير كثير. عنده لعبه فاصله مع نادي الحريه، بتمنى يربح نادي الجهاد بهاي اللعبه ويتاهل لمكانه الطبيعي هي دوري الاضواء، ويرجع حتى يلعب بارضه بالقامشلي. يسلموا كثير كابتن سامر سعيد، كنت معنا وشرفتنا. تحياتي، شكرا كثير.